تعرفي انك لو جبتي شويه ميه وشويه دقيق ورفعتيهم على النار وعملتي كريمه، هتاخدي احلى كايزر ممكن تعمليه في حياتك، مع طبقه بقى كراست كده مقرمشه حلوه قوي للزنجر بتاع الفراخ. عايزه اقول لكم ان هي تحفه. عيشوا مع قرمشتها بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي نص كوبايه من الميه، حطيت عليها معلقه كبيره من الدقيق. المعلقه تكون مليانه على الاخر يا جماعه. قلبت الكلام ده كله على البارد ورفعته على النار. واحده واحده هتلاقوا ان القوام بيتقل معاكم كده ويكون كريمي اكتر. هنشيله على جنب لما يبرد، وفي بوله نضيفه هننزل كوبايه من الميه، معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر. هنقلبهم وبعدين هننزل عليهم ب4 معالق كبار من الزيت. هنخلط الكلام ده كله كويس قوي مع بعضه. وعندي بقى محضره نص كيلو من الدقيق يكون منخول كويس قوي، او تقريبا 3 كوبايات ونص لو انتوا هتعايروا بالكوبايه. حطيت عليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح. ومجرد ما قلبتهم كده والسوائل بدأت تختفي، هنزل عليهم بقى بمحسن الخبز اللي احنا عملناه مع بعض. بقى عندي تقريبا دافي، يعني مش شرط يكون بارد ولا اي حاجه. بعد ما بقى اتلمت معايا كده هنزل عليها بمعلقتين من الزيت واقلبها مره تانية. بقت عندي عجينه كده ناعمه وطريه. حطيتها بقى في طبق نظيف وواسع، اديت له رشه خفيفه من الزيت وبلمها كده زي ما انتم شايفين علشان يكون وشها مستوي. وهغطيها واسيبها نص ساعه في مكان دافي تختمر. عايزه اقول لكم انها هتكون احلى عجينه ممكن تعملوها، وتقدروا تستعملوها في انواع كتير قوي من المعجنات، مش شرط النوع ده بس. بصوا بقى، هي دي العجينه العنكبوتيه. بعد ما لميناها بقى كده هبدأ اقطعها، وتقريبا حجم الكورة يعني هيكون قد الليمونة الكبيرة مثلا كده، او البرتقانة الصغيرة شوية. وزنها هيكون تقريبا من 50 ل60 جرام. قطعت معايا 8 قطع. في صاج بقى حاطين فيه ورقة زبدة، ومش شرط تحطوا ورق زبدة، تقدروا تستغنوا عنه وتدوا مسحة خفيفة من الزيت. هنبدأ نلم الكورة كده زي ما انتوا شايفينها، علشان وشها يكون مستوي على قد ما نقدر، فيبقى يعني الوش كده مفرود وحلو قوي. طبق فيه شوية مية وطبق فيه شوية سمسم، وهننزل الكورة بتاعتنا في السمسم والمية. الفرن هيبقى معانا على حرارة 200. هتاخد عندنا من 20 يعني 25 دقيقة. في افران انا عندي خدت بالظبط 17 دقيقة، يعني معاكم من 15 ل 25 دقيقة. علشان نعمل بقى الخلطة كده الحلوة بتاعة الفراخ بتاعتنا اللي هتكون تتبيلة غنية وسريعة، هنحط بيضة، نص كوباية من اللبن، معلقتين من الدقيق، وهنقلبهم. بعد ما قلبناهم هننزل عليهم ميكس توابل خطير. عايزة اقول لكم ان هو هيكون احلى مرة تعملوا فيها كنتاكي، او تعملوا فيها فراخ زنجر او بانيه او ستريبس. الخلطة دي هتمشي معاكم حاجات كتير. هسيب لكم بقى التوابل في اول تعليق. القطع الفراخ بتاعتي بقى بدأت ان انا اقطعها بشكل مربع زي ما شفتوا كده من شوية. مش عايزينها تكون الشكل الطويل بتاع البانيه المعتاد، لا، تكون واخده المربع شويه او المدور. بعد ما قطعتها قلبتها بقى في التتبيله بتاعتي، وهسيبها شويه على جنب لحد ما العيش بتاعنا يستوي. عايزه اقول لكم اللهم بارك، طالع من الفرن واخد لون وريحه حلوين قوي، سوا مظبوط وما خدش اي وقت. اديت له رشه من الميه وغطيته بفوطه نظيفه، وهنشيله على جنب. كوبايه من الدقيق هننزل عليها نص مقدار التوابل اللي احنا عملناها من شويه في نفس الخلط. الحركة دي بتدي طعم الكراست الخارجي حلو قوي، يعني ما تكتفوش بالدقيق بس. هنمسك بقى كل قطعة زي ما انتوا شايفين كده، وهنخبطها فوق وتحت ونقلبها، مش هنضغط عليها خالص علشان ناخد الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. في زيت يكون متسخن كويس قوي، ومش كتير على الاخر ولا حاجة، يكون وسط. هنبدأ ننزل بقى قطع الفراخ بتاعتنا، واول يدوب ما تبدأ تاخد لون بسيط خالص صغنن خالص، هنبدأ نقلبها علشان الكراست اللي بره يفضل محافظ على شكله والقرمشة بتاعته. واستمروا في التقليب لما تستوي كويس. عايزه اقول لكم بقى العيش منتفخ كده وهش هشاشه ما حصلتش، طري بقى كده وسهل في تقطيعه، وما تستنوش عليه يبرد ولا حاجه، اصلا هيتخطف وهو لسه ساخن. الفراخ طريه ومستويه، واخده كراست ذهبي مقرمش من بره وطراوه كده حلوه من جوه. عايزه اقول لكم انها من افخم الوجبات اللي ممكن تعملوه، وحرفيا مش هتاخد معاكم اي وقت. وما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا تسيبوا لنا تعليق لطيف زيكم، وهستنى رايكم. وصحة وهنا.